حديث المدير الفني لنادي الاتحاد صاحب السمو الملك الامير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس اداره نادي الهلال الجانبي. مبروك ابو فيصل، 4 أهداف، مباراه للطرفين كانت فيها قمه واثاره. الله يبارك فيك. الحمد لله. طبعا الحقيقه انا بالنسبه لي 3 نقط لا تعدو يعني عن كونها 3 نقاط، ولكن انا يعني مستاء جدا الحقيقه من تصرف الكابتن ابراهيم هزازي. الان في غرفه الملابس الزوري ما يدري، يمكن يفقد عينه ويمكن ما يفقدها. يعني ما هي بكره قدم هذه، يعني ما توصل لهالدرجه. أول شيء خلينا نطمن يا ابو فيصل عن الناس اللي يمكن من يهمهم امر الزوري بشكل مباشر كمتابعين، او يعني حتى بالنسبه لعائلته، لعلنا نطمنه اكثر. يمكن حتى انزعاجك من الموضوع يبين شيء اكبر. اجمالا يمكن الصوره ما كانت بالنسبه لنا واضحه، انت الصوره بالنسبه لك واضحه لانه عبد الله حتى خرج وهو حاط يده على عينه. يعني حتى لما الواحد يعصب ويبغى يسوي اصابه، في اصابات عن اصابات تفرق. يعني في اصابات ادميه حتى لو كنت منرفز، بس يعني تكاد ان تقلع عين واحد عشان مباراه كره قدم. ايش هذا يا اخي؟ يعني فعلا شيء مستفز اقسم بالله. بالنسبه لنا لا تعدو عن كونها مباراه 3 نقاط يعني، بس ما توصل انه احد يحاول يحط اصابعه في عين واحد عشان يخلع عينه. ما يمكن يعني يا جماعه الخير، هذا فعلا شيء مستفز. احاول اهديك شوي واتكلم عن المباراه بشكل اكبر حتى تجينا المعلومه، وان شاء الله نتمنى لعبد الله الزوري يكون بصحه وسلامه حتى يا يظهر هو يظهر الطبيب ويطمن. واقول ان هذه المباراه لعبت على جزئيات وحتى تحضير. يمكنك شفت حتى في الجانب الاتحادي كان احمد الفريدي هو من يحمل القياده رغم وجود الكابتن محمد نور، كان في تحضير نفسي بشكل كبير لهالمباراه. والله طبيعي انه الكابتن احمد الفريدي يحمل شاره القياده، لاعب كبير جاي من نادي كبير. السنوات اللي قضاها في الهلال تشفع له انه يكون قائد في اي فريق يروح له حتى لو لعب مع مباراه واحده فقط. اتكلم عن التحضير النفسي، يعني بغض النظر عن المبرر انه هل يستحق احمد ولا يستحق. لا يستحق بالتاكيد يستحق، عشان كذا بس يعني المبرر النفسي نفع. امامكم نفع وهي انتهت في 4-2. عشان كذا اقول لك يعني ما تفرق، الاشياء هذه صغيره بالنسبه لي انا. ما يعني هم احرار يحطوا الكابتن اللي هم يبغونه، بس اذا كان الهدف انت استشفيته عبد الله انه هو مبرر يعني دافع نفسي، فبالتاكيد انه ما اتى اكله يعني. في الجانب كان ياسر يقول انه احنا لا نزال موجودين حتى وان كان الفتح هو الاقرب ترشحا والنقاط بالنسبه له افضل، ولكن اردنا ان نثبت انه الهلال لا يزال موجود وينافس. ام انه انت حاولت انه ايضا لا يزال الهلال له حضور حتى امام الانديه القويه كالاتحاد ويبين للجمهور فنيا انه جاهز؟ هي المهم في المباراه المستوى الفني اللي في الشوط الثاني والتجانس بين اللاعبين، وهي 3 نقاط مثل ما قلت لك. احنا بالنسبه لنا ندرك انه الفتح حسم الدوري بنسبه تتجاوز ال 95%، بس احنا حريصين ان احنا نفوز في كل مباراه نلعبها، عشان هذا حيعطي الفريق رتم اعلى وحيعطي ثقه اكبر في المنافسات القادمه. احنا الحين كنا نحكي مع اللاعبين قلنا لهم هذه المباراه 3 نقاط وانتهت، عندنا مباراه الاستقلال مصيريه جدا، مباريتين ورا بعض، فلازم ان احنا نركز كل تفكيرنا وجهدنا وكل ما نعمله لمباراه الاستقلال. هذا اللي نفكر فيه الحين. سأسألك عن موضوع زلاتكو قدامنا الحين رايح، موضوع البارح عبد العزيز الدوسري، سيتأثر اللاعب؟ عين الزوري كيف؟ احسن الحمد لله. احسن الحمد لله. سأعود إلى سؤالي بالأمس. زلاتكو وأنت تحدثت أيضا معنا في برنامج الملعب، من سيتأثر هو اللاعب بالتأكيد سمو الأمير، أنه قد يصاحب هذه الكلمة المستدامة في كل إصابة أنه أنت تعاني من إصابة مزمنة. لا أكد أنه إصابة عبد العزيز الدوسري ما هي مزمنة. تعريف الإصابة المزمنة التي تتكرر في نفس الموضع باستمرار. عبد العزيز عنده الشريان اللي يعني أنا سألت بدقة بس ما أبغى أتفلسف طبيا، بس شفت الأشعة حتى الدكتور وراني إياها وأخذنا أكثر من رأي. عنده الشريان اللي يوصل الدم للعضلة للرجل كلها في انسداد، فهذا يجعل الدم ما يوصل الأكسجين أقل، فيصير عرضة للإصابات في الرجل كلها، يعني يا أما في العضلة يا أما جنب الركبة يا أما في المفصل وهكذا. هذه المشكلة تكون مزمنة لما يكون ما لها حل، ولكن في حل جذري لها إن شاء الله. الأمير نواف بن سعد متكفل بالموضوع الآن والمتابعة في مركز متخصص جدا في هالإصابات وفي الأوعية الدموية في نيويورك. أرسلنا الأشعة والتقارير، وإن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة عبد العزيز الدوسري حيروح عشان يجري العملية أو يشوف وش الرأي الطبي هناك، وإن شاء الله أنها مشكلة محلولة. أخيرا سمو الأمير أود أن أسألك عن بالأمس تابعنا تصريحات عضو شرف نادي الاتحاد منصور البلوي بأنه سيعود إلى الوسط الرياضي وتحديدا إلى خدمة نادي الاتحاد. لك تعليق على هذا الموضوع من خلال عودته إلى الرياضة بشكل مباشر؟ الله يحيي الأخ منصور
قدم خدمات جليلة للاتحاد خلال أيام ما كان رئيس ولما كان عضو شرف، وحقق معاه إنجازات وفريق كبير، ويعني نرحب فيه في أي وقت. وقبل مباريات الهلال تحديدا صرنا نتفائل أكثر برجعة أبو ثامر. يمكن هالمباراة يعني تتعلق أو تتحدث عن النتيجة بشكل أكبر، يعني أنه اليوم كان 4-2 بحضور منصور للملعب. يعني في نهاية الأمر الأستاذ منصور حقق إنجازات كبيرة مع نادي الاتحاد، منها بطولات آسيوية، يعني ما حد، ورجعته حتضيف للاتحاد الشيء الكثير وحتذكي التنافس في الوسط الرياضي. ولكن أنا توقيت الرجعة لما عرفته أعطاني تفاؤل كبير أنه الهلال إن شاء الله، لأنه أنا في رأيي المسائل النفسية هذه تأثيرها قليل، يعني ما عاد يجدي نفعا زي أول. الآن اللي تقدمه في الملعب هو اللي يخدمك، ما هو القيادة للاعب يعني منظم هذا يستحق كل ذلك. هذه الأشياء النفسية أنا أعتقد أنها كانت تنفع قبل يعني فترة طويلة، الآن هي ممكن تؤثر بشكل طفيف جدا، ولكن ما يقدم في أرض الملعب هو اللي يعكس النتيجة. أخيرا 10,000 متفرج اليوم في هالمباراة في هالكلاسيكو، ماذا تنتظر من جمهور الهلال في مباراة الاستقلال؟ والله ما يحتاجون توجيه دعوة، بس أنا أشكر كل من حضر، ولكن بالنسبة لي الحضور ما هو مرضي، سيما أنه الأداء يتصاعد الهلالي، فالمفروض أنه يكون الحضور يوازي ما يقدمه اللاعبين. وحتى لنفترض جدلا أنه الحضور سابقا كان عبارة عن تعبير عن عتب من الجمهور على مستوى اللاعبين، فإحنا نحتاجهم في وقت الشدة أكثر من وقت الرخاء. فبكل الحالات احنا نطالب جمهورنا أنه يجي، لأنه بالتأكيد أقوى أسلحتنا بعد توفيق رب العالمين. شكرا جزيلا. شكرا صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد.